حبيبي احنا مو جايين ناخذ مقعد، احنا جايين نطبب جيل كامل للسلطه، احنا بكل صراحه طابين ناخذ السلطه. استاذ عبد العزيز، عندك شباب متطوعين ام الشباب اللي وياك باجر مدفوع الثمن؟ لا والله اغلبهم متطوعين، بل جلهم متطوعين، خطيه انا اخذ منهم وهم ياخذون مني. شلون انت؟ ليش؟ لان شو مرشح تاخذ منهم؟ لانهم مؤمنين في مشروع، كل واحد بيهم جاي يرى نفسه نائب، لانه يعرفون انه اذا قدرنا نكسر هذا الجدار ووصلنا الى تحقيق المقعد، فكل واحد بيهم راح يحس روحه صار عنده عضو مجلس نواب، بل هو عضو مجلس نواب، مو صار عنده عضو مجلس، لا هو عضو مجلس نواب. هو عضو مجلس نواب. اثنين، جل هؤلاء الشباب يملكون طموح. حبيبي احنا مو جايين ناخذ مقعد، احنا جايين نطبب جيل كامل للسلطه، احنا بكل صراحه طابين ناخذ السلطه. ايش باريحيه؟ نتحدثها بشكل واضح وصريح، احنا جايين ننتزع السلطه من عندهم. نريد نخلي واحد من الشباب مدير عام، والثاني نخليه وكيل وزير، واحد نائب، واحد عضو مجلس نواب. احنا كره ثلج، وهاي كره الثلج انطلقت وبعد ما يقدرون يعني يواجهوها. كل ما عليهم ان ينتظرون شو وقت نلتهمهم. هذا